السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناة محمد صالح التعليمية. النهاردة إن شاء الله معانا درس من أهم دروس الإكسل، وهو هنتعلم فيه دالة جديدة وهي السم إفس. السم إفس دي بتعمل إيه؟ السم إفس دي دالة بستخدمها لما يكون عندي بيانات متكررة للعملاء وأنا عايز أبدأ أجمعها على حسب شروط معينة. أنا هنا طبعا ما عادش ينفع أستخدم إف، لأن أنا هنا هعمل كذا شرط لنفس الشخص. ممكن أجمع على حسب المنطقة، على حسب الشخص، على حسب التاريخ، زي ما أنت عايز. تمام. آه ف ففي الحالة ديت فمش قدامنا الا سم افس. يلا كده بينا نبدأ. معانا جدول بسيط بيتكلم عن جدول الفواتير. عندي فيه هنا المناديب والمنتجات نفسها اللي باعوها، عندي الإجمالي وحالة الدفع. طيب هنبدأ كده نستخدم الدالة دي ازاي؟ احنا أول حاجة احنا ايه اللي احنا عايزين نعمله؟ احنا هنا مثلا عايزين وليكن مثلا هنا عندي هنا الأسماء متكررة، هنختار منهم اسم ونبدأ نجمع وليكن على أساسه. أنا مثلا هنا هجمع وليكن على أساس أحمد علي. احنا زي ما احنا شايفين هنا أحمد علي، سارة، محمود، هتلاقي كل الأسماء دي متكررة كل شوية. طيب يلا كده نبدأ كده. فهنقول يساوي، نقول sum ifs. طبعا انا عندي هنا دالتين، واحده sum if واحده sum ifs. طبعا انا هشتغل بsum ifs. sum if دي بتديني ان انا اشتغل شرط واحد. طبعا احنا هنا انا اصلا مستخدمها عشان انا عندي كذا شرط، فهستخدم هنا sum ifs طبعا. تمام. فاضيف كده اهوت. طيب انت اول حاجه بنحط الحاجه اللي احنا هنجمعها. فمين اللي هو السم رينج ده؟ فمين اللي هنجمعه؟ هو الاجمالي. فهنحدده كده. بعد كده كوما، هنجمع مين؟ هنجمع وليكن هنا هنحط هنا الكريتيريا بتاعتي اللي هي تاني حاجة عندي هنا المناديب. المناديب اهي، هبدأ احددها كده. تمام. بعد كده انا وليكن هنا هجمع على اساس اسم المندوب نفسه. فاسم المندوب هنا انا عايز احمد علي. عندي طريقتين، انا ممكن هنا اعمل كوتيشن مارك واكتب اسمه، او ممكن ادوس عليه مرة واحدة كده فانا هريح دماغي طبعا. وعشان انت طبعا عشان انت لو هتكتبه فلازم تكتبه بالظبط يعني. فهتدوس كده عليه فهو اتحدد هنا اوتوماتيك اهو. وبعد كده تقوم قافل القوس وتدوس انتر. فليه هنا عمل ايه؟ هلاقيه هنا جمع لي الاجمالي بتاع المندوب احمد علي بس. تمام. طيب انا هنا برضو عايز اضيف شويه تعديلات برضو عليها. انا كمان عايز في كريتيريا تانية انا هجمع على اساس، وليكن انا هجمع على اساس كريتيريا. تمام. ونعمل كوما هنا ونحدد هنا على اساس مين؟ اللابتوب مثلا. وادوس انتر فالاقي 60,000. طيب نتأكد كده من الحساب. ادي عندي احمد علي اول حاجة هنا لابتوب، هنا ايه كام؟ 36,000 مظبوط. طيب لابتوب تاني فين؟ اهو. وادي برضه طبعا احمد علي وهنا 24,000. طيب 24,000 زائد 36,000 بيدينا 60,000. تمام. وبس الموضوع سهل وبسيط. انت برضو ممكن تحدد تاني مثلا، وليكن مثلا هنا مثلا نعمله مثلا كوما كمان. وليكن هنحط حالة الدفع دي نفسها. وندوس كوما ونحط مثلا حالة مدفوع مثلا وندوس انتر. تمام. طبعا هو هنا اللابتوب هنا اول مرة مدفوع، تاني مرة هنا اللابتوب برضو هنا كان مدفوع. طب خلينا مثلا كده نغيرها ونخلي مثلا اخر واحدة دي وليكن مثلا معلق. هنشوف هيدينا ايه وندوس انتر. فاداني صفر. طبعا هو هنا فعلا، هو انا عندي اللابتوب هنا وهنا الاتنين مدفوعين فما فيش معلق هنا، فاداني صفر. وكده ايه كده عمل الحسبة بالظبط. طبعا هو كده وفر عليا مجهود كبير ان انا اقعد اكتب معادلات كتيرة وكده. لا هو سهل عليا الموضوع برضو. وانت حتى لو هتكتبها بايدك الموضوع هيكون صعب طبعا. فبس هو دي موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتم. ما تنسوش ان شاء الله تطبق بايدك عشان الموضوع يثبت في دماغك. ولو اعجبتك حلقة النهارده ما تنساش تدعمنا بلايك وشير كومنت وسبسكرايب، لان ده بيساعدنا في الانتشار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.